السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين طيب منوعات، كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض نوعين من البرجر، برجر الدجاج وبرجر اللحمة. بنص كيلو لحمة وبنص كيلو بانيه. هتملي بقى الفريزر بتاعك وجبة كده جميلة، وجبتين يعتبروا وجبتين هينفعوكوا كده ان شاء الله في شهر رمضان. شايفين ما شاء الله الجمال، حاجة كده جميلة بدون اضافة بقى بطاطس مسلوقة وبدون اضافة حاجات تانية زي البرجر وزي ايه ما بشوف بعض الناس بيضيفوا ايه كده حاجات تانية. يعني احنا صايمين وولادنا صايمين، لازم ياكلوا حاجة مفيدة كده ومغذية. شايفين ما شاء الله على الجمال، حاجة جميلة جدا. ده برجر الدجاج وده برجر اللحمة. تعالوا بقى بينا ندخل بقى جوه الفيديو كده بسرعة ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. اول حاجة هنا عندي بقى ايه عيش فينو، وعندي ده عيش شمسي بتاع الصعيد، كانت جارتي جابتهولي. اما بيفيد مني اي عيش بصراحة انا ايه بحمصه كده، ببقى مولعة الفرن وبحطه. شايفين صوته بيخرفش ازاي، دليل ان هو ناشف جدا. هطحنه بالاول ايه في الكبة عشان هو كبير، وبعد كده هنخله بالمصفى السلك الضيقة عشان ايه نطحنه في الكبة بتاعت اللي هي الكمون، نطحنه فيها الكمون يعني والفلفل. شايفين يعني هو هنا خشن شوية، هنخله كده ايه في العلبة دي كده، واخد الخشن ده ارجعه تاني اطحنه في الكبة، يبقى ناعم كده ايه وحلو، عشان ما يخليش البرجر بتاعي ايه يفك وهو خشن يعني. هعمل بقى كل الكمية كده، كل العيش بقى اللي انا ايه طحنته كده. ولو عندك برضو عيش في البيت اطحنيه، هينفعك برضو لشهر رمضان، بتبقى فكرة حلوة. تحطي برضو عليه التوابل، بيبقى احلى من البقسماط اللي هو الجاهز، ما تشتروش البقسماط اللي هو بره ده. ده طبعا نص بانيه كنت غسلاه كويس، وليمون وخل وكده وايه وملح ودقيق طبعا بيلقط اي زفارة. الاول ايه هقطعه كده قطع صغيرة. هنا حطيت حتة دهنة ومعلقة جنزبيل ومعلقة خل ومعلقة صويا صوص ومعلقة كاتشب ونص معلقة توم مفروم. حط بقى التوابل، بابريكا، كاري وكركم وشطة وبصل بودر. ما تحطوش بصل اللي هو سليم عشان المية بتاعته ما تخليش البرجر ايه يفك. وحطيت توابل برضو فراخ. هنا كنت نسيت احط بقى الفلفل الاسمر، حطيته بعد ايه ما خلصت ضرب. وانا بحط توابل اللحمه افتكرت ان انا ما حطيتش توابل فلفل اسمر للبرجر الدجاج. هنا بقى ضربتهم كده كويس. وهنا عندي بقى اخدت كوبايه واحده نص كيلو بانيه او نص كيلو مفروم عليه كوبايه واحده. ما تكتريش البقسماط برضو عشان ما يفكش منك ويبقى مفتل كده ومش هيبقى له طعم يعني. بتعجني بقى كويس كده كأنك بتعجني عجين لغاية ما البقسماط كده يتوزع في البانيه المفروم ده. زي ما انتوا شايفين كده عجينة جميلة قوي حلوة. نسيت احط البرجر الدجاج فلفل اسمر، هنحط له برضو ايه ونرجع ايه نقلبها تاني. افتكرت ايه وانا بجيب التوابل بتاعة اللحمة المفرومة. هنحط بقى اللحمة المفرومة هنا في الكبة. طبعا ايه انا غسلتها اهو، غسلتها. ننزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا هنا كده. فايدة اضافة بقى قطعة الدهن دي البرجر الدجاج، طبعا احنا عملنا البرجر بالصدور. الصدور نسبة الدهن فيها بتبقى قليلة، يعني يعتبر ما فيهاش نسبة دهن غير الوراك طبعا. ممكن تضيفي وراك، ممكن تضيفي قطعة زبدة. انا هنا ضفت حتة دهن كده بتاعة اللحمة، وانا بشتري اللحمة يعني كان فيها حتة دهن كده. فقسمتهم على البرجر البانيه وبرجر اللي هو اللحمة. طبعا لما بتيجي تقليها ما بتنشفش بقى معاكي. فايدتها اضافة السمنة، معلقة السمنة او معلقة زيت، بديل يعني ايه للدهون اللي مش في الصدور. هنا بقى ضفت بقى البقسماط في الكبة. قلت بدل ما اعجنه بقى تاني على ايدي وكده، على فكرة كده افضل لما انا اعجنه على ايدي.
طبعا ايه البقسماط بيتوزع ايه في اللحمه كلها. شايفين بقى ما شاء الله. هنا بقى ايه، قطعت بقى الكياس اللي هي بتاعت الكيلوهات دي نصين. الكياس اللي بتاخد اللي هو الحجم الكيلو الكبير يعني. طبعا بقى اعملي بقى الحجم اللي عندك ده غطا برطمان. اي حاجه بقى مدوره عندك في المطبخ اكيد هتلاقي يعني كده. نحكشي كده ودوري هتلاقي حاجات يعني عندك كده ايه مستخبيه. لو مش عندك يعني ايه غطا البرطمان المقاس ده. ولو مش انا ما عنديش بقى المكبس فاتصرفت وجبت الغطا البرطمان بتاع اللي هو البرطمان البلاستيك اللي احنا بنخلل فيه ده. حلو يعني بيشكل البرجر بتاعنا برضو ايه. احنا عايزينها يعني شكلها مدور زي اللي بره بس مش اكتر. مش لازم يعني تبقى مخططة كده ايه زي المكبس اللي هو الالومنيوم ده اللي هو جاهز يعني. بقول لكم قطعت بقى الكياس كده نصين هتسهل معاكم. كل بقى برجرايه بتسيبيها في الكيس بتاعها عشان هنفرزها بالشكل ده كده ايه ان شاء الله في العلب. شايفين بقى الجمال. دي واحده لحمه ودي واحده ايه بانيه. والغطا بقى اللي انا عملت بيه ده يعني ايه حلو. الغطا التاني بقى اللي انا ايه كبست بيه كده زي ما انتم شايفين اهو. استخدمت غطا تاني ان انا ايه اكبس بقى بيه العجينه كده ايه في قلب الغطا اللي تحت ده. بيبططها يعني حلو عن ايه ما تبططيها كده ايه بصوابعك. شايفين بقى حاجه كده جميله وحاجه موفره واقتصاديه وحاجه نظيفه عاملاها بايدك بقى في بيتك. خلصت الكميه كلها مفيش اقل من نص ساعه. شايفين بقى الجمال. هتريحك بقى في رمضان. هتطلعي بقى مثلا الوجبه بقى على قد عدد افراد اسرتك. وتروحي بقى ايه عامله بقى مسخنه الطاسه حاطه فيها معلقتين زيت كده بالفرشه كده. ودقيقتين على الجنب ده ودقيقتين على الجنب ده وكده البرجر بتاعنا اتعمل. تقطعي بقى جنبهم فلفل طماطم بصل زي ما تحبي. عدوا بقى معايا كده. طلعوا 9 برجر بانيه و9 برجر لحمه. حاجه جميله جدا ويعني هتوفر عليك كتير طبعا عن ما تشتريه ايه جاهز من بره. طبعا كل حاجه غاليه بره دلوقتي وانتوا عارفين. فاحنا على قد ما بنقدر بنعمل كل حاجتنا كده في البيت. يعني بنوفر بقى على قد ما نقدر كده وربنا يعين الجميع يا رب ويوسع على الجميع. شايفين بقى حاجه كده روعه. هتتعبي في يوم. انا مرضتش اعمله لكم على فيديوهين بصراحه. قلت عشان يبقى الوصفتين في فيديو واحد. يعني مرضتش اعمل البانيه في يوم وده واللحمه في يوم. النص كيلو بقى بانيه بيطلع 9 والنص برضو مفروم بيطلع 9 برجر. لو عدد اسرتك كبير طبعا احنا مش كل واحده ياخد واحده يعني قولي على الاقل كل واحده ياخد 2. يعني زودي بقى الكميه ايه براحتك. اتمنى الفيديو بقى يعجبكم وما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.